السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان من كتب سفر عاموس. في المدخل إلى سفر عاموس للآباء اليسوعيين صفحة 1918 يقول النص: لكن عاموس هو الأول من سلالة جديدة، هي سلالة الأنبياء الذين جرت العادة في تسميتهم الأنبياء الكتاب، لأن الكتاب المقدس حفظ صدى تدخلاتهم المباشر في كتب تحمل أسماءهم، وليست هذه المجموعات عادة من عمل الأنبياء أنفسهم بل من عمل تلاميذهم. انتهى كلام المدخل إلى سفر عاموس للآباء اليسوعيين. يبقى تعليقا على هذا النص إن عاموس من سلالة اسمها سلالة الأنبياء الكتاب، وبصراحة أنا مش عارف من أين أتى علماء المسيحية بهذه التسمية. فهل يوجد أنبياء عاديين وأنبياء كتاب وأنبياء قراء؟ يعني ليت علماء المسيحية تخبرنا بهذه التقسيمة الجديدة اللي قسموا بيها الأنبياء ومحدش يعرفها اللي هم بس. طيب، يبقى علماء المسيحية علشان يخرجوا من مشكلة ان الكاتب مجهول وان الكاتب ليس بنبي، فقالوا نعمل ايه؟ قالوا نطلق على عاموس لقب علشان الناس تحترمه، وبدل ما نقول ان عاموس كاتب يبقى اسمه عاموس النبي الكاتب. يبقى نعمل حاجة اسمها سلالة الأنبياء الكتبة. يبقى شفتوا يا إخوة كيف يتم الضحك على عوام النصارى، كيف يتم تضليل عوام النصارى. هكذا يخدع علماء المسيحية عوام النصارى، يخدعوا النصارى ويقولوا لهم ان عاموس نبي وهو مش نبي، ولما تتكلم مع عالم في المسيحية يقول لك لا هو مش نبي ولكن اسمه نبي كاتب. ان شاء الله تكون الفكرة وضحت. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.